يا جماعة تخيلوا، بعد ما فتحوا مقبرة توت عنخ آمون ناس كتير ماتوا بشكل غامض. إيه اللي حصل بالظبط؟ سنة 1922 هاورد كارتر واللورد كارنرفون اكتشفوا مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون سليمة بعد أكتر من 3000 سنة. لما فتحوا الباب لقوا كنز هائل من ذهب ومجوهرات، بس بعد كده بدأت الأحداث الغريبة. الصحف العالمية صاحت وقالت إن في لعنة فرعونية والناس كلها خافت. اللورد كارنرفون مات بعد شهور قليلة، وبعده ناس تانية مرتبطة بالاكتشاف. بس الحقيقة أغرب، مفيش أي نقش لعنة في المقبرة أصلاً. الصحف اختلقت القصة عشان تبيع. دراسة علمية في بريتش ميديكال جورنال أثبتت إن معدل الوفيات كان طبيعي تماماً، وهاورد كارتر عاش 17 سنة بعد الاكتشاف. لكن في تفسير علمي منطقي، المقابر القديمة بتبقى مليانة فطريات سامة زي أسبرجيلس. اللورد كارنرفون كان مريض أساساً ومناعته ضعيفة، والفطريات دي ممكن تكون ساهمت في وفاته. يعني اللعنة مش سحر، ده مزيج من صدف زائد صحة ضعيفة زائد علم قديم. الفراعنة كانوا عباقرة في حماية كنوزهم. دلوقتي قولي في الكومنت، انت مصدق إنها لعنة ولا تفسير علمي؟ لايك وشير وتابع عشان أسرار مصر أكتر.